ونترحم على شهدائنا الأبرار ولهم منا ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم الراشدون فضلا من الله. كما كان حلم أن نجتمع ونكون يدا واحدة أصبح اليوم الحلم حقيقة. وبدأت الفكرة بتنظيف المقبرة التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وكبرت الفكرة لتصبح بناء عائلة. وبجهد الشباب أصبح لنا مجلس ورابطة. ولكي أختصر عليكم تم تعيين مجلس وتم تعيين رابطة، ولكم أسماء المجلس: الشيخ فوزي الخطيب رئيس المجلس، الحاج حنفي أمين الصندوق، السيد عبد المجيد الخطيب أمين السر. أعضاء المجلس: الشيخ جعفر الخطيب، الحاج عامر الخطيب، الحاج سعود الخطيب، والمختار بشار الخطيب، السيد رشاد الخطيب، الشيخ إبراهيم الخطيب، السيد رمضان الخطيب، السيد معتز الخطيب، السيد أحمد الخطيب، السيد مأمون الخطيب، السيد مهند الخطيب، الأستاذ عبد الحافظ الخطيب. ولنا في القدس عائلة أمدتنا بكل فخر واعتزاز، أمدتنا بكل ما تملك. ولنا أعضاء شاركونا هذا المجلس: السيد عبد القادر الخطيب، السيد نعيم الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل وهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونصلي ونسلم ونبارك على ساكن هذه المدينة الطيبة المباركة، حضرة ساكنها سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى آله وأولاده ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. أما بعد، إخواني، أحبابي، أعزائي، أهلي، عشيرتي، نعتز جميعا بالإسلام ونجعله منهاج حياتنا، تنبت بقلب واحد، فالفرد منا كألف فرد من غيرنا. نحن
نعتز بأنفسنا وبقلتنا. إذا دخل أحدنا مجلس من المجالس فإن جميع العائلة تكن له بالتقدير والاحترام والعرفان. وهذا أيضا أيها الإخوة نشعر به. لا أريد أن أحلق بكم في الخيال، حقيقة واقعة ندركها في ذهابنا وإيابنا. أيها الإخوة الأعزاء، بداية أريد أن أعرفكم بابن عم لكم. لستم صباح الخطيب التميمي، يعني ابن عم فارس سليمان، ومن أبناء عبد الحافظ. هذا الشاب يسكن طيلة حياته خارج فلسطين هو وأهله الآن وهو يعمل عندهم. فهذا ابن عمكم وهؤلاء عزوتكم وأبناء عمومتكم، ونصرة لكم حزمة واحدة بعد جيل. حقيقة أنا بقول عائلة الخطيب التميمي جيلا بعد جيل أكاد لكم جميعا كلنا سواسية كأسنان الملك، كلنا سواسية كأسنان الملك، صغيرنا وكبيرنا، ولا أحدا يعلو على أحد. وإذا حافظنا على هذه العبارة لا نختلف فيما بيننا. وإذا أردنا أن نكبر وفي أعزة بدي تطول عليكم، إحنا هذه الجمعة وهذا الجمع المبارك لنا وفي العائلة قلبها النار. بعد ما أخونا الأستاذ هذول أعضاء اثنين معنا شرفونا بأن كانوا أعضاء في مجلس عائلة الخطيب، وبارك الله فيكم. وأسماء أعضاء الرابطة هم أسيد الخطيب رئيس الرابطة. الأعضاء عزم الخطيب، إسحاق الخطيب، إياد الخطيب، رامي الخطيب، أوس الخطيب، ربيع الخطيب، ضياء الخطيب، عبادة الخطيب، مؤمن الخطيب، شادي الخطيب، مهند الخطيب، وإسلام الخطيب. ونستمع لكلمة رئيس الرابطة أسيد الخطيب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد ابتلينا نحن رابطة شباب العائلة أن نضحي بوقتنا وجهدنا لمصلحة عائلتنا العريقة والتي نفتخر ونعتز بها، الخطيب التميمي. العائلة التي ترتبط جذورها بجذور أرض فلسطين الحبيبة، ونفتخر بأجدادنا وأجداد أجدادنا. ونحمد الله تعالى أننا خلقنا مسلمين وخلقنا من آل التميمي الخطيب التميمي. لقد ضحينا بوقتنا وجهدنا، وكل ما نضحي بوقتنا وجهدنا من أجل هذه العائلة العريقة فنحن مقصرين اتجاه هذه العائلة العريقة العظيمة التي نفتخر ونعتز بها، الخطيب التميمي. السعادة الحقيقية تكمن في ترابط عائلتنا والاطمئنان الذي توفره العائلة لأفرادها، وسعادتنا تكمن في سعادة أبناء عائلتنا كبيرنا وصغيرنا.
ونحن كرابطة شباب العائلة قد أقسمنا أن نخدم صغيرها وكبيرها، ونحن إن شاء الله لن نستكين ولن نلين حتى تكون عائلتنا متماسكة بعيدة عن الصراعات والتجاذبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وبحمد الله تعالى قد أنجزنا وبالتعاون مع رئيس المجلس وأعضاء المجلس عدة أمور نذكر منها تكريم أبناء عائلتنا الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وقد رأينا ابتسامات الناجحين والناجحات من أبناء عائلتنا وذويهم ما أنسانا التعب والجهد الذي قمنا من خلاله. وقد قمنا أيضا بزيارة مكوكية إلى جميع أفراد العائلة أو أكبر عدد منهم، والاطمئنان على صحتهم والسؤال عنهم، منهم من كان مريضا ومنهم من زيارة أخوية. وكي لا أطيل عليكم يوجد موضوع كبير علينا منه كثيرا نحن الشباب، ألا وهو موضوع مقبرة العائلة، المقبرة التي لن نستغني عنها ما حيينا ولن ننساها. قد واجهنا الأخطار والإغلاقات، وقد مررنا في مراحل عند الدفن خطيرة وقد عانى منها الشباب التي كانت تنزل إلى الدفن. قمنا آخر فترة، إحنا لما انطلقنا بعملية الرابطة قمنا آخر فترة اللي هي بترتيب وتنظيف التربة. قام أخونا إسحاق بالتنسيق ونزلنا ونظفنا التربة، وإن شاء الله إننا كرابطة شباب العائلة نستحلفكم بالله أن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، ونحن مع رئيس المجلس في أي قرار يخص التربة ومقبرة العائلة، ونحن على استعداد أن نلتزم بأي شيء لحل مشكلة مقبرة العائلة التي يجب حلها بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع أصبح لا يطاق. كل ما بدنا ندفن واحد في العائلة بنضل من صلاة الظهر للساعة 5 للمغرب للعشاء لما ندخل، ومخاطرات وإغلاقات. ولازم نستحلفكم بالله أيها العائلة الكريمة أن تجدوا لنا حلا في موضوع المقبرة، صغيركم وكبيركم. وقد عملنا المجهود وعملنا الاجتماع وعملنا اللمة، وإن شاء الله لكل خير، بس أهم شيء موضوع المقبرة. نستحلفكم بالله أن تجدون حل لموضوع المقبرة. وكي لا أنسى في شباب، أول ما إحنا عملنا اللي هي شغلة تنظيف المقبرة لازم نذكرهم واحد واحد. لما إحنا حكينا إنه بدنا ننظف المقبرة نزلوا ويعلم الله كيف تعرضنا للمخاطر وتعرضنا للانتهاكات الإسرائيلية، اللي هم إسحاق عبد المجيد الخطيب، وهند حافظ الخطيب، ربيع عبد الحفيظ الخطيب، إسلام تميم الخطيب، إياد جواد الخطيب، علي فارس الخطيب، جمال نبيل الخطيب، نبيل جمال الخطيب، ضياء بسام الخطيب، مأمون سميح الخطيب، علي ناصر الخطيب، شادي عبد الحفيظ الخطيب، مؤمن حنفي الخطيب. هؤلاء يجب أن لا أنساهم بالشكر والتقدير، بارك الله فيكم. وآخر كلامي أنا بقول لعمي أبو محمد رئيس المجلس وكافة الأعضاء، إحنا كرابطة شباب أي قرار تتخذوه بموضوع المقبرة إحنا جنودكم، وإحنا شو بتشوروا إحنا جاهزين. وحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكحيل أعينهم بهذا الجمع الذي لطالما حلمنا أن يكون. صحيح هو حلم لأهل الخليل، لكن كمان إحنا في القدس بنحلم إنه نشوف أهل الخليل مسقط رأسنا وامتدادنا، أو بالعكس نحن امتدادكم على كلمة وعلى قلب رجل واحد. فإحنا تعجز الكلمات عن التعبير عن السعادة اللي إحنا بنشعر فيها، فلكم منهم كل الاحترام والتقدير. هذا أولاً. ثانياً بأكد التزام أبناء عمومتكم اللي بكرر كانوا حريصين جداً على التواجد، ولكن لما ارتأينا بأن الموضوع يعني أهل الخليل أكثر، ولعبت المسافة البعيدة ولأعباء الطرق الصعبة،
ارتئينا انه يكون ممثل وحيد اللي هو انا اليوم، او ممكن ينضم الي اخوي ابو شادي الدكتور ابو شادي. فكان تواجدنا اليوم وتمثيلنا رمزي، لكن هذا لا يعني التزامنا بكل ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات، ولا يعني انه كل واجب على اي فرد من ابناء عمومتكم اللي بيتعدوا اليوم عددهم 250 او اكثر، هذول جزء لا يتجزأ من هذه العائله، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. نلتزم باي قرار يصدر عن مجلسكم الموقر، نلتزم باي واجب اتجاه ابناء عمومتنا بكل المقاييس، سواء ماديه او اجتماعيه او تواجديه او باي شيء يطلب منا كابناء مدينه القدس. لا نخفي عليكم ابدا باننا لطالما حلمنا ان يلتئم هذا الجمع ما بين ابناء القدس وابناء الخليل الذي لا يقلون عددا والحمد لله، ولكن ممكن الطبيعه الجغرافيه والاوضاع السياسيه لا تسمح بذلك، ولكننا نحلم بهذا اليوم الذي ان شاء الله يوم من الايام سنعد له سويا ونجتمع سويا ويكون لنا كلمه ابناء قدس وابناء خليل وابناء رام الله كلنا سويا على كلمه واحد، رجل واحد برئاسه اخونا وكبيرنا وعميدنا الشيخ فوزي ابو محمد، وبهمه الاعضاء في هذا المجلس الكريم ورابطه الشباب وابناء عمومتكم جميعا. شكرا لكم لاتاحه هذه الكلمه لكن معكم ومن بيت يحيى المبارك. أولا حتى نتعارف مع بعضنا البعض، والتعارف من السنة، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن أكرمنا نحن عند الله أتقاكم إن شاء الله رب العالمين، ولا نزكي على الله أحد. هذا أول هدف. الآن الشباب كلها قاعدة مقابل بعضها البعض وتعارفوا على بعضهم، واللي ما كانش يعرف الآخر عرف إنه هذا ابن فلان وهذا ابن عمي وهذا قريبي وهذا يجب علي أن أعضد معه وأن أزوره وأن أتعامل معه. هذا واحد. اثنين، إحنا يا أخواننا كان حلم الشباب في العائلة منذ زمن طويل أن يكونوا موحدين، وأن يكون هناك كبير يرعاه، وهذا الحلم تحقق قبل 7 أشهر فقط، عندما اجتمعت العائلة وشكلوا مجلسا للعائلة وشكلوا رابطة شباب للعائلة، وبدأ العمل رويدا رويدا إلى أن وصلنا إلى هذه المجموعة الكبيرة في هذا اليوم الأغر العظيم. أول عمل قمنا فيه أن يكون هناك صندوق للعائلة حتى يكون سندا وحتى يكون رافدا للعائلة وشباب العائلة وكرامة العائلة. يعني كثير يا إخواننا بنشوف الناس على المقبرة عندما ينتهوا من دفن الميت كل الحضور على ديواننا ولا على القاعة الفلانية، واللي بتأخر على الغداء يعني معناته بحبك الميت. إحنا عندنا ندفن بنكون إحنا متحيرين فيما بيننا، نقول لمين ونخلي مين حقيقة. والفقر يا إخواننا مش عيب، الفقر ليس عيبا في حياة الإنسان، لأنها سنة من سنن الله في الكون والإنسان والحي. جعل هناك غنيا وجعل هناك فقيرا وجعل هناك متوسطا. الآن
قلنا ما دام أن هناك مجلس ورابطة وعائلة يكون هناك صندوق حتى نرفع رؤوسنا فيما بين أيدينا. فقلنا بدنا ما نغلبش العائلة وإحنا بنعرف وضعها. فرضنا على من يبلغ من العمر 16 عاما إلى ما فوق، بلغ ما بلغ 10 شواكل، لا بفقره ولا بخلق. يعني مع بعض مرات الواحد بلاقي على الأرض ساقط 10 شيكل، يمكن يخجل يضمن حاله ويرفع عن الأرض. وعلى من كان بالعمر أقل من 16 عاما عليه 5 شيكل. كثير؟ مش كثير. وقلنا على بركة الله. بعد 7 أشهر يا إخواننا وجدنا أن ثلث العائلة دفعت والثلثين لم يدفعوا لحتى هذه اللحظة. هذا واحد. فنرجو من كل أفراد العائلة النظر إلى هذا الموضوع. والصندوق لا يخدم جيبي ولا جيب أحد من أفراد العائلة صغيرها وكبيرها، إنما هو يخدم كل فرد من أفراد العائلة ويرفع رأس العائلة. وإذا تحقق الحلم في هذا الصندوق يكون عونا ورديفا للفقير الذي لا يستطيع أن يعلم ابنه، الذي لا يستطيع أن يعالج نفسه، الذي لم يعني أحوال الدنيا كثيرة. فالصندوق هو رافد لهذا الإنسان، وهذا مش إلنا، لجميع أفراد العائلة دون استثناء، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. هذا أول عمل أو أول هدف أو ثاني هدف بعد اللقاء، الصندوق. وقلنا قرار في المجلس: من يستطيع أن يدفع 10 شيكل أو 5، هذا يجب وجوبا عليه أن يقوم بالدفع. والذي يستطيع أن يدفع ويتحدى ويقول أني غير ملتزم في هذا الدفع وما بديش أدفع، لسنا منه وليس مني، مع احترامي للجميع، لسنا منه وليس مني. وانتم بالخيار، إما أن تكونوا معنا وإما أن نكون معكم. لأنه الواحد لما بده يتكلم كلمة إما تحت الطاولة إما فوق الطاولة. لا، فوق الطاولة بتكون أولى وأحلى وأحسن. الآن يا إخواني، الذي لا يستطيع أن يقوم بالدفع، قلنا حتى يعني ما يطلعش إن واحد ثاني من العائلة، هناك لجنة اجتماعية تقوم بالبحث والتدقيق في هذا الأمر. زي الشؤون الاجتماعية في عندها إيه؟ في عندها موظف باحث اجتماعي بيعرف وبيجي بيقدم تقرير للمدير، والمدير بيرفع للي أعلى منه، إما أن يصرف له وإما أن لا يصرف. إحنا بنقول إيه؟ إن لم يستطع أن يدفع فالعائلة مكلفة أن تدفع عنه وأن تقف معه وبجانبه في سرائه وضرائه وحين بأس. أي هذا واحد. 2، إحنا يا إخواننا المقبرة للعائلة في منطقة خطرة حساسة، ونحن لا زلنا نتحدث ولا زلنا نصر بشدة وبكل حزم وقوة أن تكون هذه المقبرة هي مكان المدفن لنا عند آبائنا وأجدادنا، وهي مقبرة فيها الصالحين وفيها العلماء وفيها الأكابر. فهذه المقبرة هي شرف لنا. ولكن
عندما يعجز الإنسان في بعض الأحيان كعائلة الخطيب كما قلت لكم بكبريائها بين القبائل وبين العشائر في الخليج وهي معروفة لديهم، لا نستطيع أن نحتاج إلى عائلة فلان ندفن عندها ولا عائلة فلان ندفن عندها. بدي أضرب لكم آخر واحد توفي في العائلة أيمن سعد الخطيب الله يرحمه. صلينا عليه الظهر وتم دفنه بعد العصر. ليه؟ مش قادر أحصل فيه، بدي أحصل مقبرة. طب أنا لما أقول للناس أنا يا عم أعطوني 200 250 يا شيخ فوزي هذول حقهم 10,000 دينار. طب أنا لما أعاود أبطل بحق العائلة كويسة ولا مش كويس؟ بدي جوابكم. لما أنا أقول هذا ال 100 متر ولا ال 200 متر حقهم 10,000 دينار أردني ومعيش ولا أقورة منهم، شو بدي أعمل؟ أخونا أبو محمود الحج حنفي قال يا عمي أنا في البداية أنا متبرع ب4,000 دينار أردني. قلت أنا شخصيا متبرع ب2,000 دينار أردني. 4 و2 موجودين. إخواننا في القدس في بعضهم قال أنا مني 1000 وواحد قال مني 2000. قلنا طيب يعني هاي 7 8. طب والباقي وين هو؟ لأنه أنا لما بدي أشتري قطعة الأرض 12,000 أو 10,000 مش بدي أجيب باجر وجرافة وأفحر وبدي أبني عيون؟ أو ليش أنا بدي أشتري أرض؟ عشان أعمل فيها عيون يعني للدفن بدها كمان 10,000 ولا لا؟ إذا أنا بحاجة 20,000 دينار أردني أقل تعديل. فيا إخوان عليكم واجب وعليكم التزام، وكما قلت لكم عليكم واجب كفرض الصلاة وعليكم التزام زي ما الواحد بيودي رغيف الخبز لبيته عليكم التزام أن تقوموا بالدفع. هل قديش الدفع؟ كل عنصر في العائلة شاب من 16 سنة فما فوق حكوا لي إخواننا في المجلس إنه إحنا بنعد فوق 16 عام 240 ل 243 نفر. قلنا 243 في 60 دينار صغيرا وكبيرا. يعني بدناش نقول مثلا الصغير عليه 20 والكبير عليه 40، هاي 60. بقول لك يا عمي طيب انا عندي 3 اولاد، طب ما عندي ابن عمي 5 اولاد، ابن ال5 اولاد بده يدفع قديش؟ يدفع اكثر. احنا قلنا حتى انه ولا واحد فينا ينظر الى الاخر، بدنا احنا من هذا التاريخ لغايه 15/2 ما معدله اقل امر 15,000 دينار، 60 دينار على كل فرد من أفراد العائلة اللي بلغوا يعني ال 243 هدول نفر في العائلة. 243 في 60 قد ايه؟ 1450 14,000 وأربعة واثنين وخلينا نجيب من القدس 22 هدول ال 22 إما أن يكون هناك نقص أو زيادة. ولذلك يعني واحد قال أنا يا عمي بقدر أدفع 60 لكن هي 80، بنقول له بارك الله فيك. يعني 60 دينار هم هدول مالهم أقصى 60 دينار على اللي فوق 16 سنة أقل يعني هيك 10 و50. ولذلك يا إخواننا هذه مسؤولية كل فرد من أفراد العائلة. يعني زي ما بتأدي فرض الصلاة بدك تعمل هيك لكرامتك، لأنه اليوم يعني الموت ليس محصورا على الكبير والصغير.
ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا بقول لكرامتنا وشهامتنا وعزتنا يجب وجوبا علينا أن نقوم بدفع هذا المبلغ. وفي هذاك اليوم ما أوديش ربطة خبز على بيتي، لأنه زي ربطة الخبز هذه برضه واجب عليك أن تؤديها، لأنه كرامتك. رابطة الشباب والداعم للمجلس ورابطة الشباب الهيئة العامة للعائلة صغيرها وكبيرها، نشامة ولا مش نشامة، عزوة ولا مش عزوة، كرامة ولا مش كرامة، هذا ما نريده للعائلة. هذه واحدة. قلنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عندنا القاعدة فوق رؤوسنا واحنا قاعدين وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأخذنا على عاتقه كل أمر نعرض على المجلس للتصويت. الأغلبية هي التي تقرر وهو القرار، والأقلية تأخذ الأمر مسلما به دون منازع ودون زعل وبدون تأثر. هكذا توصلنا فيما بيننا أيها الإخوة، وإن شاء الله نكون على يد رجل واحد ونسير في الدرب درب رجل واحد وقلوبنا قلب رجل واحد وهمتنا همة رجل واحد إذا أردنا أن نكون رافعي الروح. وزي ما بقولوا في المسيرات ارفع رأسك أنت سوري، ارفع رأسك أنت فلسطيني. أنا بقول إذا إحنا حققنا مرادنا ارفع رأسك فإنك ابن الخطيب التميمي. على بركة الله. ولذلك يا بلال إحنا نصر مسؤول حال في هذه القاعة إنه قبل ما نروح اليوم ال20,000 دينار يكونوا أمانين عند الشيخ فوزي. في 4000 دينار أمنهم أبو محمود جزاه الله كل خير، وفي 2000 دينار أمنهم الشيخ فوزي. يعني إحنا بنوصلنا تقريبا 16. بدنا 4000 دينار يا إخوان، بدنا 4000 دينار وننهي هذا الموضوع الليلة بإذن الله تعالى. وغدا هدول بيكونوا عند الشيخ فوزي. حياك الله. اتفضلوا يا إخوان. محمد 1000 دينار. حياك الله. بارك الله فيك يا سيدي. اليوم بدنا نشبعهم. تفضلوا يا شباب. اللي خجلان تقولوا على الباب، ما تكسروا من حدا. احنا في مقدمة العائلات ولن نكون في خلفها. بارك الله فيك. الشيخ فوزي بعد اسلم 1000 دينار هكذا يا اخواننا يجب ان نتعلم. وصلنا 20 يا شيخ فوزي، قلنا لسه بدش خليني اشاورك انا. اسمح لي انا معك. هي 2000 شيخ الشيخ ابراهيم. من الشكل الثاني من مين؟ مني 200 من علاء، 200 من محمود. 300 الشيخ من ابناء الشيخ عمر. الشيخين
ألف دينار للحجز.